اذا حبيتي تحضري حاجه حلوه للقهوه وتقطع كميه كبيره، اليوم جبت لكم اسهل وانجح وصفه بريوش تقول عليه موسكوتو. صدقوني يا خياتي تجي فيه واحد الخفه واحد الهشاشه، بسم الله ما شاء الله كيما القطن. هذه الوصفه ناجحه ومضمونه، واي وحده فيكم تنوض ذكا تجربوا ينجح معاها وتخلعكم النتيجه. يعني صدقوني راح تنبهروا من الخفه تاعو والهشاشه تاعو. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم وتجربوها، لانه صح وصفه تستحق التجربه. خياتي قبل ما نبداو الفيديو صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. وباش تنجح لكم اي وصفه تجربوها لازم تتبعوا التفاصيل، لانه كل وصفه عندها اسرار باش تنجح معكم وتصدق لكم من اول تجربه. ما تنساوش جيم بارطاج وتعليقاتكم اللي دائما تشجعني وتحفزني. واذا اول مره تلاقيتوا مع القناه تاعي ما تنساوش تفعلوا الجرس وتشتركوا فيها حتى توصلكم كامل الوصفات السهله والاقتصاديه. نبداو على بركه الله بطريقه التحضير. وهنايا في ريسيبيون باش نتحصلوا على هذيك الريحه الشابه تاع البريوش راح نجيبوا مبشور حبه ليمون، واللي ماشي متوفر عندها ليمون راح دير حوالي 2 ملاعق كبار كومبومبي من الفانيليا. راح نديروا عليهم كاس الا ربع من سكر حبيبات، وراح نخلطوا جيدا الخليط هذاك يعني حتى تحسوه بدا يترمل معاكم. بعدها راح نضيفوا عليهم كاس ونصف من حليب دافي. بالنسبه لسعه الكاس اللي خدمت بها انايا تاع 250 مليلتر، الكاس اللي تبداو به تكملوا به. الحليب من الأحسن يكون دافي باش يسرع عملية الاختمار. راح نضيف عليه ملعقة كبيرة من خميرة الخبز ونخلطوا جيدا المقادير تاعنا. بعدها راح نضيفوا كاس مملوء وممسوح من الفرينة. راح نخلط جيدا المقادير تاعنا يعني حتى تذوب كامل هذيك الفرينة. بعدها راح نغطي عليهم ونخليهم حتى يتفاعلوا، يعني حتى تشوفوا الخليط تاعكم اختمر. وهنايا بعد ما تفوت مده عليك كما تعرفوا دوكا راهي سخانه، يعني بيبي راه يتفاعل معكم ويختمر حتى تتحصلوا على هذا القوام. راح نخلطوا يعني راح نخسر له التخمير تاعو. راح نضيف عليه نصف كاس من الزيت العاديه، وكما قلت لكم الكيله اللي تبداو بها تكملوا بها. ونضيف عليه بياض بيضه، يعني حبه بيض راح نديروا الصفار للتزيين، والبياض راح نخلطه مع الخليط تاعنا. بعدها راح نزيدوا عليه كيس من خميرة الحلويات 10 غرام، ونكملوا نخلطوا جيدا المقادير تاعنا. بعد ما تخلطوها مليح راح نبداو نضيفوا الفرينه بالتدريج. هنا كما شفتوا في المره الاولى في المرحله الاولى درنا كاس من الفرينه. بعدها هنا راح نضيفوا 2 كيسان من الفرينه، شوفوا دائما نستعملهم ممسوحين. ونضيفوا عليهم الملح حوالي ملعقه كبيره، يعني باش ما يجيكمش صامت ويجيكم مسوس. نضيفوا عليهم ملعقه من الملح ونخلطوا جيدا. هنا فقط بالملعقه ولا بالفوي، انا نستعمل الفوي احسن باش الفرينه هذيك تدخل بسرعه. ونحاولوا ندخلوها بهذه الطريقه، يعني تحاولوا تضربوا للتحت باش الفرينه تتخلطكم جيدا. هنا في المرحله هذه اذا شفتوا الخليط تاعكم ثقيل يعني يجي شغل معلك هكذا، اعرفوا باللي الفرينه تاعكم ما تزيدوش، يعني على حسب نوعيه الفرينه. وهنا كنت خاصتني فرينه زدت له فقط نصف كاس، يعني كامل في هذا الخليط ضفنا 3 كيسان ونص من الفرينه، وبداو تخلطوا جيدا يعني حتى تختفي مليح. لازم تتحصلوا على القوام هذه خلاص ما تزيدوش كامل الفرينه. شوفوا كيفاش جانا الخليط تاعنا جا ثقيل وفي نفس الوقت يتلاصق في اليدين، يعني ما تقدروش كامل تستعملوا يديكم. كي توصلوا للمرحله هذه صافي دير هنا ما تزيدوش كامل الفرينه. هنا راح نهبطوا كامل الحواف، راح نغطوه بكيس بلاستيكي ونخليه حتى يختمر ويتضاعف الحجم تاعو. ضروري عمليه الاختمار في هذه المرحله ضروريه، لانه في المراحل الجايه ما نحتاجوش يخمر بزاف. بعد ما فاتت مده عليه راح نجيبوا صينيه نديروا عليها ورق الطي. بالنسبه للقيس تاع الصينيه هو 30 على 35. راح نهبط فقط الحواف ونهبطها مباشره فوق الصينيه، يعني هنا ما نخسرلهاش التخمير، فقط نهبطوا الحواف باش تساعدنا ونهبطوها فوق الصينيه. راح نجيبوا كميه من الزيت ندهنوا اليد تاعنا وراح نستويو كامل الخليط تاعنا. هنا خياتي من الأحسن تستعملوا ورق الطي باش تتنزل معاكم بكل سهولة وتجيكم سهلة في عملية كي تقلبوها وتقسموها. هنا بالزيت راح تعاونكم مليح، وشوفوا العجينة تاعكم راح تمد لكم الطور، يعني راح تتكسر معاكم بكل سهولة. ما حاولوا فقط ما تتخلطوش فيها بزاف باش هكذا ما تتخسرلكمش التخمير. بعدها ندهن الأصابع تاعي فقط بالزيت، وراح ندير هكذا خطوط باش نعمرهم من الداخل. بالنسبة لهنايا أنا استعملت المربى باش تجيكم هكذا معسلة من الداخل، وفي نفس الوقت يجيها ذوق بزاف شباب. تقدروا تعوضوا المربى بشوكولات الطلي، يعني يبقى اختياري، واللي ما يحبش يدير كامل يعني ضروري باش تجي هذيك الحلاوه معتدله.
هنا جبت كمية من المربى، عمرت كامل الفراغات بهذه الطريقة، يعني طريقة جد سهلة وبسيطة. تقدروا تستعملوا ملعقة، تقدروا تستعملوا كيس حلواني لابوش، ولا يعني استعملت انا الانبوب هذا اللي عملية سهلة. وتعمروا جيدا هذوك الفراغات. وانا خياتي اللي يوصل لهذه المرحلة ما تبخلوش عليا بهذاك الجام وبارطاج لا فيديو، وخلوا لي تعليقاتكم اللي دائما تشجعني وتحفزني. بعد ما كملت كامل عمرتها، راح نجيب وصفار بيضاء، راح نضيفوا له حوالي ملعقة كبيرة من الحليب وندهنه كامل البريوش تاعنا. بعد ما كامل تدهنوه، بالنسبة للتزيين يبقى اختياري. تحبوا ديروا كاوكاو إفيليح، تحبوا ديروا مكسرات، تحبوا ديروا سانوج ولا جلجلان اللي متوفر عندكم، يعني التزيين دائما يبقى اختياري. انا استعملت هنا شويه كاوكاو ايفيلي. بعدها راح نعاود نرجعها تخمر. شوفوا لي هنا كيفاش راهي هابطه العجينه تاعكم. بعد ما خمرت شوفوا كيفاش تضاعف الحجم تاعها. تخلوا حوالي 1 سنتيمتر فقط. شوفوا راهي واضحه معكم، يعني ما بتزيد الطيب توصل للحد هذاك وتحبس. هنا راح نحطوها في الفرن في الرف الاعلى على 160 درجه. كي تشوفوها داوت هذا اللون الذهبي مباشره تخرجوها وتدهنوها بشويه تاع المربى باش تمدوا لها هذيك اللمعه وما تجيكمش ناشفه من الفوق. شوفوا هنا خياتي بالنسبة للحلاوة تجي معتدلة، لأنه استعملنا كاس إلا ربع من سكر حبيبات ونزيدوا للمربى تجي الحلاوة معتدلة، يعني ما تجيكمش حلوة بزاف. وهنايا باش نقلبوا الكيكة تاعنا ولا البريوش الخفيف تاعنا راح نحو الأطراف بالموس. بعدها راح نقلبوها على نفس الصينية. هنا تقدروا تنحيوا ورق الطهي، نحيت له فقط الأطراف يعني خليته من تحت. شوفوا لي يعني بسم الله ما شاء الله تجيكم طالعة هشيشة منفخة، يعني بسم الله ما شاء الله تجي فيها واحد الخفة. يعني صدقوني نتمنى أي وحدة فيكم تلاقت مع الفيديو هذا تجرب الوصفة، لأنه متأكدة باللي راح تعجبها وراح يعني تداوم عليها ومحال تستغنى على الوصفة كيما هذه. أنا خياتي بعد ما قسمت كامل البريوش تاعنا وشوفوا يعني بسم الله ما شاء الله يجي ولا أروع. يعني خياتي صدقوني أي وحدة فيكم تجرب هذه الوصفة راح تعتمدها، لأنه صح وصفة ناجحة. حبيتوا تديروا في المول هذا، حبيتوا تديروا في مول دائري، دائما يبقى الاختيار اختياركم. الوصفة ناجحة ومضمونة من قناتي، إن شاء الله تعجبكم وتجربوها. مشاهدة ممتعة للفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.